اول مره منذ استقلالنا نطيب الزيت نتاعي. كبير مستشاري قائد المانيا لا فيغر السيد ادولف هتلر لم يكن الا جزائري من بلاد القبائل يتقن اللغات ويعرف الجزائر كانوا سببا في دخول الاسلام خاصه في افريقيا غرب افريقيا. ففي مالي احد اعضاء فريقنا انتقل الى مالي، وجد في قريه من القرى في مالي يقولوا له التلاميذ يحفظون القران الكريم، يسقسي واحد يقول له شحال حافظ من القران الكريم؟ يقول لك انا احفظ ربع الجزء، يقول لك انا احفظ ربع الجزء. واحد قال الاخر يقول انا احفظ جزء من الجزائر، الاخر يقول انا احفظ جزء من الجزائر. شو تقول؟ عندما سالوا الاستاذ اكتشف بان المصحف يسمونه بالجزائر. يبان مبالغ فيه، لكن حقيقي أن الدستور الأمريكي كتب خوفا من الجزائر، وهذه موثقة، وهذه مفروض تستحق أن يطرح عليها الضوء كليا لأنه موثقة، مصادر مذكورة عنه. حتى الأمريكان نيفي البحرية الأمريكية وجدت بسبب الأسطول الجزائري. بالضبط. الواد وحده بالبطاطا تاع الواد نشري السلاح تاع جوز تاع الروس بوكس ونرجع اكبر دوله مسلحه في افريقيا هي الجزائر. ايه باسكو تونس باسكو الروس فيه جد وعنده اكثر من 200 مليون نسمه، ما تروحش البطاطا هنا او يشري في البطاطا من تركيا. انا الواد وحده يكفي روسيا بالبطاطا، نعطيك البطاطا تعطيني. هو صحيح فرق بين الحمار العادي والحمار المخطط بسيطه، وانت صغير كنت بتخطط لحياتك؟ انا لا طبعا، تبقى حمار عادي. طب لو كنت خططت تبقى حمار مخطط. طب هم لو كانوا نقطوه وبقى حمار منقط، ايه الفرق ما بين الحمار العادي والحمار المنقط؟ بسيط. انت لو دخلت فرح بلدي هتكون نقط؟ انا لا طبعا، تبقى حمار عادي. ولو انت نقطت تبقى حمار منقط. بس خلي بالك ايه المشترك في كل اللي احنا حكيناه؟ ايه؟ انك حمار كبير.